تاني اختبار هو التأكد من نعومة الأسمنت. ممكن أجيب المنخل بتاعنا منخل معدني وجواه سلك. الفتحات بتاعة السلك دي لو خدت بوصة من السلك ده هتلاقي فيه 170 فتحة. يبقى يعني إيه منخل رقم 170؟ يعني عندي 170 فتحة في البوصة المربعة. باخد عينة من بودرة الأسمنت وبحطها في إزازة. ميزة الاختبار ده انك ممكن تعمله في الموقع عادي. عندك ازازة مية فاضية تحط فيها شوية اسمنت وترجهم كويس ماشي لمدة دقيقتين، وبعدين تسيبهم على الديسك بتاعك لحد لما لو في اي غبار او حاجة رفيعة جدا. انا بقيس نعومة الاسمنت، يعني الحاجات الناعمة دي انا بقيسها، فبسيبها شوية تهدى لحد لما اي غبار في الازازة بتاعتي دي ينزل ويهبط عندي في الازازة. باخد 50 جرام من الاسمنت ده واحطه على المنخل ده. الفتحة بتاعت المنخل دي 90 مايكرون، يعني 90 من 1000 مليمتر، حاجة خفيفة جدا كأنها قماشة. وبعدين بحط العينة فيه، بيبقى تحت الصينية وبيبقى فوق الغطا ده عشان ما فيش اي حاجة تفقد من عندي. وبدخل الاسمنت ده بحيث ان هو ينزل عندي لحد لما يتوقف، ان اشوف ما فيش حاجة تنزل بقى خلاص. باخد المتبقي فوق المنخل ده واوزنه بفرشة ناعمة كده، انزل عليه ده على الميزان واشوف المتبقي فوق المنخل ده كام. W1 لو قسمته على وزن العينه الكلي اللي انا كنت واخده كام 50 جرام وضربته في 100، يبقى ده نسبه المئويه المتبقي على المنخل. اكرر الخطوه دي كمان مره بR2 واحسب نسبه المتبقي R2. اخد المتوسط بتاع R1 وR2 اجمعهم واقسم على 2. ده كله عشان بقلل مقدار الخطا بتاعي اللي ممكن يحصل عندي. قال لك نسبة المتبقي ده لازم تبقى أقل من 5% الأسمنت المقاوم للكبريتات، وأقل من 10% لباقي أنواع الأسمنت. الاختبار ده مش بيديني المساحة السطحية. احنا قلنا ايه هي تعريف نعومة الأسمنت؟ مجموع المساحة السطحية لحبيبات الأسمنت في وحدة الوزن اللي هي 1 جرام، يديني سنتيمتر مربع في الجرام. احنا مش قسنا كام سنتيمتر مربع في الجرام من الاختبار ده، امال قسنا ايه؟ صلاحية الأسمنت نعومته، هل فعلا نعومته اقل من 90 مايكرون ولا لا. قلنا المنخل ده عشان الفتحه بتاعته اتاكد ان هي ما حصلهاش اي ديستورشن او تشوه، لازم ان انا اعمل له اتاكد من كفاءه المنخل ده كل شويه بعينه مرجعيه. انا ببقى عارف ان انا عملتها قبل كده على منخل مظبوط وعملت لي نسبه متبقي كذا، اعملها على المنخل بتاعي اللي في المعمل ده تطلع لي نفس النسبه ولا لا. بتاكد من كفاءه المنخل دي كل 100 اختبار. اروح لمعمل تاني واقول له والله اتاكد لي ان المنخل ده بيطلع نتائج مظبوطه ولا لا. الاختبار بقى التاني اللي بيطلع لي بقى كام سنتيمتر مربع في الجرام هو اختبار اسمه اختبار نفاذيه الهواء او جهاز بيلن. جهاز بيلن ده عباره عن عارفين الباروميتر اللي هي الازازه اللي بيبقى جواها زئبق، فالطرف من الاطراف الباروميتر ده بعمله بمضخه هواء، والطرف التاني بيبقى فيه فتحه من فوق كده بحط فيها مخروط معدن خلاص وليه غطا، بحط فيها عينه الاسمنت بتاعي في المخروط المعدن ده، وبقيس كميه الزمن اللازم للهواء ان هو يمر لما مستوى الزئبق او الكحول اللي موجود عندي في الباروميتر ده يبقى في مستوى واحد. يبقى الهواء اللي انا ضخيته ده هيرجع في زمن قد ايه؟ الزمن ده متحدد بالعينه اللي انا حاططها فوق. كل ما كان فيها فراغات اكتر كل ما الزمن ده هيقل، الهواء هيمر بسرعه من الفراغات دي، فبحدد الزمن اللازم ده. انا عندي قبل كده عينه قياسيه عارف ان دي كام سنتيمتر مربع في الجرام ومرت خلال زمن كذا، وعندي العينه اللي انا بختبرها دي طلعت منها الزمن بتاعي، اقدر اطلع المساحه السطحيه النوعيه بتاعته. سهل، يبقى طرفين في وسطين اقدر اطلع المساحه السطحيه النوعيه للعينه دي. نعرف بس فكرته ان هو عن طريق الزمن اللازم لمرور حجم محدد من الهواء خلال طبقه الاسمنت دي، ومقارنته بعينه مرجعيه اطلع المساحه السطحيه النوعيه بتاعتي. المفروض ما تقلش عن عن المساحه السطحيه النوعيه لنوع الاسمنت بتاعي. لو عندي ذو نعومه 4100 يبقى النعومه بتاعته ما تقلش عن كام؟ 4100. لو عندي اسمنت بورتلاندي عادي ما تقلش عن 2750. طب لو عاوز احدد كثافه الاسمنت، الكثافه هي الكتله او الوزن على الحجم، النسبه بين كتله الاسمنت دي وحجم السائل المزاح اللي انا لو حطيت فيه حجم السائل المزاح ده هو حجم هو حجم الاسمنت. الكثافه بتاعت الاسمنت ما بتختلفش كتير، يعني هي عاده ما بين 3 و12% و16%.
هنفيد في ايه قياس كثافه الاسمنت دي؟ ان انا اتاكد من جوده الاسمنت ان هو في الكثافه الحدود بتاعته، وبعد كده لما اجي اشوف نسب مكونات الخلطه بتاعتي بحتاج كثافه الاسمنت دي لما اجي اعمل الحسابات بتاعتي في حساب مكونات الخلطه، كم رمل وكم زلط وكم اسمنت وكم ميه. كثافه الاسمنت دي كل ما بتزيد معناها ان نعومه الاسمنت دي ايه؟ زياده. يبقى كل ما نعومه الاسمنت بتزيد الفراغات اللي ما بينها بتقل، فالكثافه بتاعتي بتزيد. نسبه اكسيد الحديد، الحديد ده معدن ثقيل، ففي المكونات لو زودت نسبه اكسيد الحديد بيديني كثافه للاسمنت اكتر. بتقل الكثافه دي مع ايه؟ كل ما بعد مده التصنيع ما سبته في الهواء بيتعرض للهواء، كل ما الكثافه دي ايه؟ قلت نتيجه الرطوبه ناتجه عن سوء التخزين وزياده مده التهويه. بقيس الكثافه دي بقنينه لو شاتيليه. ايه قنينه لو شاتيليه للكثافه دي؟ القنينه دي عباره عن بلب او انتفاخ من الزجاج، قنينه زجاجيه. الانتفاخ ده طلع منها رقبه، على الرقبه دي في الاول في مسافه صغيره، وبعد كده في انتفاخ صغير، وبعد كده بقيه الرقبه. في المسافه الصغيره اللي في الاول دي عندي تدريج من 0 ل1، وبعد كده عندي البلب دي او الانتفاخ، وبعد كده يبدا التدريج يزيد تاني. البلب ده بياخد 17 مللي، واللي تحت عندي 1، يبقى اللي فوق كام؟ يبدا التدريج من 18 لحد 24 مللي. دي قنينه لو شاتيليه. تعالوا نشوف الاختبار بتاع لو شاتيليه ده بيعمله ازاي. بيتعمل بكيروسين. يبقى اول حاجه عندي ما بيتعملش بميه، القنينه دي غاليه، فانا عاوز بعد ما اخلص الاختبار ده لو عملته بالميه، الميه هيموه الاسمنت وهيمسك لي في الازازه تحت، صح؟ انما الكيروسين مش هيتفاعل، مش هيعمل عمليه اناء مع الاسمنت. فبجيب الاول القنينه بتاعتي اهي، واحط فيها الكيروسين بتاعي لحد ما يوصل للتدريج الاولاني اللي هو من 0 ل1. يبقى انا عندي اللي قبل الانتفاخ الصغير ده عندي من 0 يفضل الصفر، ما عرفتش اجيب الصفر خلاص، يبقى انت بتزود لحد لما يبقى من 0 ل1. خلاص، يبقى انا عندي اهو لحد لما احطه ما بين 0 و1، وسجل القرايه دي. بيقرب اهو، شايفين؟ ادي ما بين 0 وما بين 1. بيحط الكيروسين ده او الازازه دي في حمام ميه دافيه، درجه الحراره بتاعت الاختبار دي كلها لازم يبقى درجه حراره ثابته. فدرجه الحراره بتاعت الحوض ده بحط فيه ترمومتر واتاكد ان درجه الحراره ثابته عندي طول مده الاختبار. بسيبه شويه 15 دقيقه كده لحد لما الكيروسين ده ياخد درجه حراره الحمام الميه بتاعي. ابدا احطه على سطح افقي، احط قمع فوق في القنينه دي، واحط كميه الاسمنت ال 64 جرام اللي انا وزنتهم في الاول. يبقى انا عندي وزنت 64 جرام اسمنت، احطهم على كميه الكيروسين اللي هي ما بين 0 و1 دي. اقفل القنينه دي كويس وابدا ادحرجها، احطها مستوى مايل كده وادحرجها بحركه دورانيه، بحيث ان الاسمنت بتاعي لو في اي فقاعات هواء تخرج من الاسمنت. وتاكد بعد كده ان درجه الحراره ثابته عشان ما تكونش الكيروسين ده زاد بدرجه الحراره او قل. واخد القرايه الثانيه اللي حصلت. القرايه الثانيه دي عباره عن حجم السائل المساح نتيجه الوزن بتاع الاسمنت اللي انا حطيته. هياخد القرايه الثانيه دي اهي، طلعت اهي كام؟ 22.5.
هيطرح الفرق القرايه الاولى عن القرايه الثانيه، معنى ده ان حجم السائل المزاح، يقسم الوزن على الحجم يطلع لي الايه؟ الكثافه. يبقى بيجيب الوزن في الاول محدد، الوزن انت عندك 64 جرام ايه؟ اسمنت. الكيروسين ده الكثافه بتاعته تبقى اي بي اي 62، بملاها لحد ما التدريج ما بين 0 و1 خلاص، وبعدين احط الايه؟ احط كميه الاسمنت بتاعتي واطلع اي كميه هواء واخد فرق القرايات، يبقى ده حجم السائل المزاح، يبقى الكثافه بتاعتي عباره عن وزن على